احسن احساس في الدنيا وحق الله انك تعاودي العرس وتكوني فرحانه. السلام عليكم صحباتي الزوينات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ المهم ما بقيتش كنغبر عليكم اختي، هانتومايا يعني بحال يلاه بديت القناه نبداو جديد، نبداو نجمعوا عاوتاني لي زابوني زوينين، واللي مابوني عندي وما كطلعش عندو القناه حتى كيبحث عليها عافاك حيد جر الجرس وعاودها، اولا حيد ابوني وعاودها. هادشي اللي كاين باش يوصلك دائما الجديد. المهم عجباتكم كيكه ياك؟ كل مره غادي ندير لكم شي حاجه زوينه وحسن. اليوم اختي غادا للكالا اللي كدوز زوينه ديال زين ايفنت، عرفتي راه ما نقولش لكم كيفاش كدوز، لا في التنظيم لا في المهم كتنشطي وداك الشيء كيدوز زوين، كتحسي براسك بشي عرس راقي وهماوي. و150 درهم يعني راه ماشي شي حاجه، وكتجيب لك ضروري الجديد. المهم بالنسبه للدخول راه بحال في شي عرس ديال العائله، كاين الحليب والتمر، كيعطيوك اتاي مع الحلوى، وكاين الدجاج بالدغميره اللي ما نقولش لكم بحالنا مطيباش، شي حريفيه واعره والله ما كذب عليكم. والسفه حتى هي عاد النشاط، ما نقولش لكم ما كاين غير النشاط نشاط نشاط، خرجت واحد الوسي نايضه نايضه. هادشي اللي كاين. غادي نوجد راسي، المهم درت واحد الغسله ها نتومايا، عرفتي صبغت حجباني وجاوني عراض عراض عراض، شوفوا واحد الحاله واحد الحاله ما نقولش لكم كيفاش دايره. المهم غندير واحد الماسك لوجهي وماسك رجليا، ماسك كيخلي رجلي ما نقولش لكم رطبين 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 بزاف، واي تقشر اي هدم ما كيبقاش عندكم، خصوصا دابا في البرد عارفين الرجلين يعني اليدين شويه كيكون لابو ديالهم ناشفه. هذا مكان، واكيد ماسك الوجه. خليكم معايا نديكم اختي تنشطوا شويه. واول حاجه اختي هي هاد الوصفه هذه اللي غتشكريني عليها، فيها الصابون البلدي والخميره والتحميره والحامض. الا كانت عندك الحساسيه من الحامض ديري الخل. المهم غنجمع هادشي كامل وغادي نديرو في رجلي وندير ميكا وتقاشر نلبسهم. المهم انا راه مشيت رديت الغدا باش ما نخليش ولادي بلاش، مشينا نفوج ونخلي ولادي اختي بلاش. صافي غنخلطهم وغنوريكم كيفاش غتولي. ها نتوما شوفوا شتي كيفاش كتولي. كيف قلت لكم غدهنوا على رجلياتكم كاملين وديروا ميكات وتقاشر وتفكريني اختي. صافي باش ندوز نوريك الخلطه اللي كندير دائما، الخلطه يوميا اللي كندير وكتخلي رجلاتي زوينين. هي هذه اختي، ها نتوما راه ساهله ما فيهاش بزاف. غناخذ فازلين، اي فازلين غير تكون فازلين زوينه، يعني ما تاخذش ديال 5 دراهم. صافي وعكر الفاسي، عندي هنا عكر الفاسي زوين كانت عطيه ليا خديجه. وعندي هاد سميتو هاد البوماده هادي ديال اوريفلام، عرفتوا راها زوينه بزاف، لقيتو الخضره كاع راها احسن يعني نفس الماركه وتكون هي خضره. غادي نخلطهم كاملين. انا يلاه سالت ليا وكنعاودها، يعني فين ما كتسالي كنعاودها وكنخليها تطلق. صافي كنبدا نديرها بالليل هكا رجيلاتي ولما نكون غادا خارجه، عرفتوا راه كتخلي واحد الحموريه في القديمات، ورجليكم بحال دايرينهم عند في الصالون، يعني بحال مصايبينهم عند الصالون بداك التقشر اللي كتعطي الوصفه الاولى، وكتزيد تكمل هذه راه كتحيد التشققات. كتحيد يعني الا كانوا رجلين فيهم ديك القشره او الا كان فيهم داك المشك كتحيدو كامل وكتخليهم مرطبين. يعني على حسابي غير ديروها وتفكروني. ايوا دابا غندوز نغسل وجهي. اول حاجه كندير هذا المقشر هذا، كندير القهوه وخرقوا معلق، وهذا هو العسل الحر. ما عندكمش العسل الحر ديروا اي عسل اخر، ولا كان يعني زيت العود يعني كيوافقكم زيت البلديه ديروها حتى هي. صافي انا هنا درت غير القهوه وخرقوا معلق وهذا والعسل. صافي هانتوما خلطتهم القوام ديالو كيفاش داير. غنديرو غسيل وجهي، انا ما دايرش الزيت باش نابليكي قدامك. غادي نديرو الوجه وغنخليه ينشف شويه وغنقومي، يعني غنقومي مزيان. وقبل خاص الوجه يكون نقي باش هكا الوصفات ينجحوا معاك. دابا غندوزو للوصفه الثانيه واللي كتخلي واحد اللون زوين في البشره. وهنا عندي عرق السوس، هانتوما غنديرو معلقه. المهم كنصور بايد وكندير بايد. هنا شنو خلاتها البلديه المزيج اللي عندي وعندك ديال الحليب ومايزينا، يعني نيدو مايزينا. المهم انا غنحيدو ما لقيتش. وما ورد اللي ما وافقوش من ورد يدير دانون. نتوما ندير حتى هو معلقه. صافي غادي نخلط كلشي. بدينا ناشف غنزيدو شويه. صافي غتجمع ليا الخليط على هذا الشكل هذا. هانتوما نخلطو مزيان. راكم عارفين عرق السوس كيبغي يتخلط. صافي نديرو في وجهنا ملي نشف نغسلوه. وهذه المرحله الاخيره اختي اللي غندير باش نسد المسام. تقدروا نتوما ديروا مورد بارد، بقاش ضروري خاصنا نسدوه. المهم نديرها وانتم معايا.
صافي هنا الغدا طاب، حطيت لولادي يتغداو وغادي نهبط للحي ونوجد راسي وغادي نشارك معكم كل. ايوا صافي اختي لبست هاد القميص هذا هانتوما ودرت معاه هاد الشال وهاد العبايه. المهم انا في دار ندير عارفين اللي ما مولفش الماكياج. شوفوا عرفتي كاع عيني مبغاش تزق ليا من الدموع. يلا غندوز عليها ان شاء الله نعرف مناش المشكل اللي كدير ليا. ايوا هذا ما كان غنمشي عند خديجه فاطمه وانتم معايا. قولي اختي كي جاكم الاوتفيت ديالي هانتوما. وصافي هنايا رشيد غادي يدينا مسكين دائما كيوصلنا الله يسهل عليه. عرفتوا واحد الراجل ما نقولش لكم وحق الله العظيم الله يعمرها دار ديال بصح. ايوا صافي اختي حنايا غادي في الطريق وغادي نوريكم اختي القاعه وما غتندموش. عرفتوا واحد الوقيت دوزنا اللي واعر ديال بصح. قاعه فين جات هانتوما القاعه اللي كيسول عليها هي هذه قاعه الافراح المراسم. عفره زوينه. المهم القاعه كاينه في عين الشقر معروفه قاعه ديال المراسم. انت اختي هنايا كيعطيونا الحليب والتمر غير باش تعرفوا يعني داك الشيء عرس ديال بصح هنا ما كاينش فيه تخرشيش. صافي اختي هنايا خديجه مسكينه هي اللي كتصورني. ايوا قالت لي اجي اختي جلسي تتيا وبرزي ونشوفوك هكايا بارزه. والله الا عرفتوا كتحسي براسك عروسه معوده العرس. والله العظيم انا ما كنتش عاقله على راسي فاش درت العرس. كنت صغيره يا اختي من هذا المنبر كنطالب انني نعاود العرس. ايوا صافي وخليكم معايا هنايا نقش. عرفتي واحد الاجواء اللي زوينين والله العظيم. تجيكم شي فرصه بحال هذه ما تفلتوهاش البنات. والله خرجوا فوجوا فهمتوا تهلاو في ريوسكم. والله العظيم العمر غادي كيجري بواحد السرعه اللي ما يمكنش. والله هادشي اللي كاين. ايوا صافي اختي هنايا غادي نقوش وخليكم معايا اختي. دابا غتبدا النشاط الحيحه. الله برجة قلبات ياك ما تسحبيني ياك ما تسحبيني واش باقا زوين واش باقا زوين هنا يا اختي حطوا لنا الغدا اللي كنقول لكم. عرفتوا راه بحال شي عرس. والله داك الدجاج بالتغميره زوين بزاف بزاف. شوف اختي هنايا كيفاش داير مدغمر واحد التغميره اللي بنينه بنينه بنينه. والسفاح حتى هي راه ما نقولش لكم. والله قلت لها قولي لي اختي الطريقه نديرها. عرفتي كتاكلوا في السفه وهي بنينه. هادشي اللي كاين اختي. وغادي نرجع دابا للنشاط. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كل يوم. اللهم صل على شفيعنا بحر الوفا وعلى آله وسلم. اللهم صل على
كوينة أولادي أحلامي عين من خليتوني راني براني راني غريب وحداني
الحب